السلام عليكم. في هذا الفيديو غنديروا جولة إن شاء الله في المنصورية. غنشوفوا كيفاش الناس عايشين هنا، مميزات المنطقة، الإقامات المغلقة في طور البناء. غنشوفوا الإقامات القديمة بحال قلعة المنصورية وإقامات أخرى، وغنشوفوا كذلك ودادية السكن. تابعوا معنا الفيديو حتى الآخر. حنا دابا حدا المشروع منصورية هيلز. هنا هذا المشروع تابع للعمرة اللي هو مؤسسة ديال الدولة. هنا كنلقاو في هذا المشروع كنلقاو كاينين دي بيسين، كاينين دي زاسونسور، كاينين دي سيسباس فيغ، كاين باركين سو سول. لي سوبرفيسي هنا من 62 متر كاري حتى 97 متر كاري. الأثمنة كتنطلق من 65 مليون. كاينين دي باركين سو سول ياك، وكاينين دي دوبلكس. هو كنلقاو بارتما فيها جوج ديال ليني كيربط بيناتهم الدروج. هذا المشروع ديال مؤسسة العمران اللي تابع للدولة. الثمن ديال الشقق كيختلف حسب المساحة او الطابق. هو مشروع موين ستاندين. كنلقاو الارضية بالرخام، وكنلقاو مطابخ مجهزة. هو السعر منافس مقارنة مع المشاريع المجاورة. وفي هذا المشروع كاينين ضمانات قانونية لأن العمران مؤسسة تابعة للدولة. حنا دابا قدام المشروع ديال الإقامة المغلقة لجاردان المنصورية التابعة لمجموعة الكتاني. كان شقق ابتداء من 82 مليون. الهاتف 05 22 79 51 50. كاين باركين سو سول، ها الصوره ديالو. المساحات الخضراء حنا مقابلين دابا مع بانو ديال المساحات الخضراء. الباركين سو سول هو هذا المشروع ديال لي جاردان ديال المنصوريه. هنا المشروع مشروع داخل الإقامة. كنلاحظوا هنايا كنلقاو دي زيموبل ار بلس 3 بحدائق. كنلقاو مسبح، والشقق فيهم دي بالكون، وكاينين دي اسباس دو غوبو. الهاتف 05 22 79 51 50. من المشاريع الجديدة في المنصورية كاينه إقامة المغلقة طنجيرين. البانو ديال الإشهار ديالها هو مقابلين معاه. هاد الإقامة المغلقة تابعة لمجموعة العلالي. كنلقاو دي زيموبل ار بلس 3، شقق من 50 متر كاري حتى ل 117 متر كاري. الاسعار كتراوح من على حسب الطابلو اللي عندنا هنايا من 75 مليون بالنسبه للاستوديو حتى 112 مليون بالنسبه لي زابارتمون. هو البحر على 2 دقائق. البحر اللي قريب ليها هو البحر دو بومبلوندان، وكذلك البحر ديال ميموزه. كنلقاو وسط الإقامة كاينين 7 ديال المسابح. كنلقاو بحيرة اصطناعية، كنلقاو 4 قاعات رياضية، كاين نادي الأطفال، كاين ألعاب مائية، وكيعطيو اون كويزين ايكيبي، وكاين ان باركين سو سول. هو مشروع مناسب للعائلات اللي كتقلب على إقامة مغلقة والكراء الصيفي، قريب للبحر، قريبة من المحمدية، اللي بغى يقري وليداتو في المحمدية. دابا حنا قدام مكتب البيع، البيرو دو فونت ديال مشروع طنجيرين ديال مجموعة العلالي. جا قريب للمحمدية. في
الدخله. جا لافونتاج ديال هذا المشروع هو جا الدخله، عاد طلع من لوطوروت، الا كنتي جاي من الرباط ولا جاي من كازا كتهبط ديريكت كتدور على اليمين تلقى المشروع ديال طنجيرين. الاستثمارات المربحه هي الحج في مشاريع العقاريه في طور الانجاز، الشراء بابتداء من 11000 درهم. المشاريع اللي على البحر الثمن ديالها غيطلع نهار التسليم، بعد 3 أو 4 سنوات تقدر تبيع ب 15000 و 16000 درهم المتر كاري. بالنسبه اللي بغى يشري الشقه بثمن منخفض وما زربانش، كاينه وداديه معروفه هنا في المنصوريه، هي وداديه مجموعه الحياني اللي عندها مجموعه من المشاريع العقاريه الناجحه، مجموعه ديال الاقامات المغلقه تم انجازها من طرف هاد الوداديه، وعلى راسها هاد الاقامه المغلقه اللي حنا دابا حداها. غنشوفوا كذلك الإقامة المغلقة مالاغا، وغنشوفوا كذلك فالنسيا. كاين مشروع جديد غادي تخدم عليه هذه الودادية، اللي هو غادي يكون الاسم ديالو إما كاديس أو بين المدينة حسب رئيس ديال الودادية. السعر ديال المتر كاري كيبدا ب 7500 درهم المتر كاري في المشروع الجديد. باش نعرفوا علاش ثمن نقص على ثمن السوق من 30 حتى 40%، نشوفوا الفرق بين الوداديه والشركه العقاريه. الوداديه تتعامل مع المنخرطين كشركاء وليس كزبائن، لانهم هما اللي كيمولوا المشروع. الثمن في الشركات العقاريه طالع لان جزء من الارباح كيمشيو فوائد الابناك. مده تسليم من 3 إلى 6 سنوات، الاجال غير محدده لان ترتبط مباشره بالتزام المنخرطين بدفع الاقساط الشهريه. بالنسبه لهاد الاقامه ماربيا بيتش، هذه بحال الا كنتي جاي من بوزنيقه، بحال جاي من بوزنيقه وغادي المحمدي، هما راه جاو قراب. عاد غنلقاو غنشوفوا مالاغا وغنشوفوا ان شاء الله فالنسيا. بالنسبه الوداديات اللي عندهم تجربه في بناء الوحدات السكنيه، والوداديات اللي هما ناجحين، طلب الانخراط عندهم مرتفع وكيديروا الفلتراج باش ياخذوا لي بون بروفيل. حنا دابا قربنا الاقامه المغلقه مالاغا بيتش، كذلك تم تشييدها من طرف وداديه مجموعه الحياني. حنا دابا كنبعدوا من مالاغا، دابا غندوزو نشوفوا الإقامة المغلقة فالنسيا. فالنسيا بيش. بالنسبة للمنخرطين في هذه الوداديات بحال ديال فالنسيا ولا المشروع الجديد اللي غيكون كاديس او بين المدينه، يقدروا يديروا استثمار مربح في المدى المتوسط، لانه غتشري في 2026 ب 7500 درهم المتر كاري، تقدر تبيع بعد 5 أو 6 سنوات تقدر تبيع ب 16000 حتى ل 17000 درهم المتر كاري. المشروع الجديد ديال ودادية الحياني اللي كاين هنايا هو ديال الإقامة المغلقة، غادي يمكن تسميته بكاديس أو بين المدينة، الاسم باقي
ما تختارش ديفينيتيفمون على حسب رئيس الوداديه. مثال شقه 50 متر كاري، شقه 50 متر كاري ب 40 مليون، غادي تدفع 20 مليون في 2026، اما مجموعه ولا مقسمه لشراء الارض. 20 مليون اللي بقات كتقسم على 48 شهر، كتقسم على 48 شهر، ولكن خصك تكمل 20 مليون، ماشي 20 مليون الاولى ديال الارض. 20 مليون الا قسمتيها على 48 شهر على حسب رئيس الوداديه غتجيك تقريبا واحد 4200 درهم في الشهر ابتداء من 2027. بهذه الطريقه انت كتخلص 4200 درهم للشهر والمشروع خدام. المشروع الجديد ديال الاقامه المغلقه اللي يقدر يكون سميتو كاديس غادي يكون فيه على حسب رئيس الوداديه سال دو سبور، غيكون بيسين، غادي يكون باركين سو سول، وتكون ساحه العاب الاطفال، وغادي يكون موبل اير بلس 2 بحال هادو اللي كنشوفوا اير بلس 2 بحال ماربيه، بحال مالاغا بيتش، وبحال فالنسيا بيتش، بحال فالنسيا بيتش اللي مقابلين معاها دابا. الوداديات اللي عندهم تجربه كيبقاو خيار مزيان اللي كيقلب على السعر المنخفض وعنده النفس الطويل وما زربانش وما بغاش يمشي للبنكه. مزيانين المغاربه المقيمين بالخارج، وكذلك مزيانين الشباب المغاربه اللي كيتخلصوا مزيان. بالنسبه للشباب المغاربه اللي كيتخلصوا مزيان يقدر يشري في وداديه الدور 5 أو 6 سنوات، يبيع ويستثمر ثمن البيع في 2 شقات في وداديه اخرى هو غادي. اما اللي بغى الضمان وخصو ياخذ كريدي من البنكه وياخذ السوارت في تاريخ محدد، فشركه العقار هي الخيار الامن. حنا دابا حدا هاد الشاطئ تيقولوا ليه شاطئ القمقوم، كنلقاو هنا واحد هذه بحيره اصطناعيه ماشي طبيعيه دينا مخدومه. المصطفين ديالها المصطفين اللي كاينين هنا كاينين السكان ديال هاد الاقامه هذه لي بيل تيراس. هادو الناس المصطفين الاكثريه المصطفين في هاد البحيره تيكون في هاد البحر كيجيو من هاد لي بيل تيراس. وهاد البحيره وهاد الشاطئ مشهورين هنايا في منطقه المنصوريه. بالنسبه للاستثمار الكرائي لاقامه المغلقه والشقق الخاصه اللي قريبه من شاطئ سابليت، بومبلوندان، ميموزه، وتمشي للبحر على رجليك، هي الاكثر طلبا في الصيف، وسعر الكراء اليومي فيها مرتفع. الشقق المطلوبه اكثر هي اللي عندها في سور مير، واللي عندها فيزافي لا بيسين، واللي عندها باركين سو سول. كذلك الشقق اللي عندهم الشقق اللي هما مشمشين. بالنسبه للكراء في الاقامات الفاخره، الكراء ثمن الكراء اليومي من 800 درهم حتى ل 1500 درهم النهار باش كيتكراو الشقق. بالنسبه لاقامه المغلقه المتوسطه الكرا كيتكرا في الصيف بين 500 و 900 درهم. بالنسبه للسكن المتوسط اللي هما ابارتمات عاديه، شقق عاديه في عمارات عاديه، كيتكراو بين 400 و 600 درهم في الصيف. حنا دابا حدا الاقامه المغلقه منسباي
أشهر المشاريع القديمة جات في موقع رائع، فيها مقاهي، محلات تجارية، كنلقاو كارفور قدامنا، كاينين مطاعم، وكاينين شقق مزيانة للكراء الموسمي. هاد الإقامة المغلقة فيها 9 المجموعات السكنية، كل مجموعة فيها مسبح والمرافق ديالها. قريب ليها شاطئ ميموزا وكذلك شاطئ بومبلونغا. حنا دابا حدا اشهر اقامه مغلقه في المنصوريه اللي هي قلعه المنصوريه، اللي عندها طابع معماري خاص يجمع بين اصاله القصبات التاريخيه والمعمار العصري. في هذه الإقامة كاينين مسابح للرجال، وكاين مسبح مغطى للنساء، كاينين ألعاب الأطفال، وكاينين مساحات خضراء. هنا كنلقاو هنايا واحد لابارتي مشروع جديد ملاصق للمشروع القديم. هاد قلعة المنصورية كتميز بالالوان، كاين فيها داك اللون الترابي بحال اللون ديال قصبات والقلعات ديال الجنوب المغربي. والاسعار حسب الاسعار كتكون حسب موقع الشقه داخل الاقامه من 8500 درهم حتى ل 12500 درهم. وبالنسبه للمشروع اللي في طور الانجاز هو راه ملاصق مع المشروع القديم. الخلاصه ديال الجوله، اللي بغى يربح في الشراء كاينين الاقامات في طور البناء، اللي بغى يسكن دغيا كاينين الاقامات القدام بحال قلعه المنصوريه، اللي بغى المساحه بثمن اقل كاينه الوداديه. ما تنساوش ديروا لايك، ضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم جديد المنصوريه.